السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هندردش كده مع بعض. إزاي يبقى يومنا كده كله فايدة، كله إن أنا أعمل مهام بيتي كده بطريقة سريعة، وبعد كده يعني أجزأ كل حاجة. أول حاجة عايزة أقولك مش شرط إنك مثلا تبدأي يومك بدري بقى، بس هو يعني المفروض إن انتي تصحي بدري، بس مش شرط انك يعني طب لو ما صحيتيش بدري الدنيا هتقف؟ لا، مش هتقف. لا، كملي يومك عادي، بس اهم حاجة تكوني عملتي حاجة، تكوني انجزتي حاجة. يعني مثلا اول ما اقوم من النوم، طبعا لو هتاخدي الشاور بتاعك، او لو مش هتاخدي شاور هتتوضي وتصلي وتفطري، وبعد كده تشوفي بقى تروقي بيتك بقى، الترويق العادي خالص. وتشوفي مثلا انت مثلا روقتي البيت واوضه النوم مش نضيفه قوي، خلاص يبقى النهارده التركيز بتاعي التنظيف العميق هيبقى لأوضة النوم. طب ولو انتي تعبانة مثلا شوية مش هتقدري تعمليها كلها، خدي جزء منها، مش لازم أوضة النوم كلها، بس تكوني روقتي شقتك كلها. يعني تحطي كل حاجة مكانها، تفضلي طول ما انتي ماشية كده. مثلا الليفينج اخد منه، مثلا لو كنت سهرانين مثلا وكده هو ارتبه واحط كل حاجة مكانها. أوضة الولاد طبعا بعد مثلا لو نزلوا المدرسة أحط، يعني أظبط الدنيا من فوق الوش كده. وبعدين اخد بقى الأوضة اللي أنا هعملها، مثلا زي أوضة النوم، وأنا مش قادرة بقى أشيل بقى وأحط وكده، أركز على حاجة معينة، إن شاء الله حتى لو درج مثلا فيه لخبطة كتير وكده، افتحه وارتبه وامسحه من جوه واطلع كل حاجة امسحها، يبقى كده ده انا انجزته. الافضل انك تعملي زي ورقة، لو ما عندكيش نوت بوك كده، ورقة تدوني فيها كل حاجة، دي هتشجعك جدا بينك وبين نفسك كده. دوت اللي انا بعمله. النهاردة انجزت مثلا الادراج السريحة مثلا، او درج سريحة. ما تجيش على نفسك جامد يعني، بس اهم حاجة انك تبتدي وتعملي. وما تنسيش وانتي طبعا بتروقي الاذكار في على طول تقوليها. تقولي ذكر كده، هو طول ما انتي شغالة الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، كل ده بيديكي طاقة ايجابية وبيقويكي. وتستعيني بالله وتدعي طول ما انتي مثلا مش قادرة. انا عارفة كلنا دلوقتي مبناش قادرين، تعبانين، ما طاقة سلبية جاية، بس لازم تقومي وتعافري وتعملي حاجة، لازم تغيري من نفسك. بلاش الإحباط، شوفي فيديوهات كتير تحفيز. كل ده يعني احنا بنمر بخمول وبنقوم زي اللي بيقع ويقوم يقع ويقوم. فصدقيني بجد لازم نغير من حياتنا من كل حاجة. طب لو انتي منظمة وبتعملي كل ده، ايه حاجة جديدة؟ ألفي أي حاجة، اختاري أي حاجة طول ما انتي قاعدة كده هوت. فكري، اكتبي، احفظي قرآن. خلي الحياة فيها جديد دايما. طبعا وبنشكر ربنا ان يعني انا اول ما بقوم بقول الحمد لله يا رب ان انت عطت لنا يوم جديد تاني، يعني عطت لنا فرصة للحياة تاني، ان ما قمناش من النوم لقينا نفسنا ميتين كده هو. لا، الحمد لله ان ربنا جعل لنا يوم تاني بنشوفه نهار تاني. ان الحاجات ديت في ناس بتقول يومنا هو اللي بنصحى فيه بننام فيه، ده احسن نعمة، احسن نعمة احنا بنقومه نلاقوا كل حاجة ربنا عطاها لنا تاني. فالحمد لله. أهم حاجة يبقى عندك طاقة إيجابية كده، وتبتدي على الرسول عليه الصلاة والسلام. وبرضو ما تنسيش أول ما تقومي، بصي وانتي على السرير كده، لو حسيتي بخمول وكسل قولي اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. ده ما اقولكيش هيخليكي بصي اكني اخدتي برشامة كده، تديكي باور كده، حاجة طاقة كده، هو 3 مرات. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. طول ما انتي بقى شغالة كده بقى، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله كده. طول ما انتي شغالة حتى ولادك مثلا لو شافوكي كده يتعلموا منك الذكر. وانتي في المطبخ بتنسي، اكتبي كده والزقيها كده هوت
عند مثلا اي حاجة كده قدام عينك عشان تفتكري. تشغلي القرآن، سورة البقرة جميلة، بس اهم حاجة تقفلي الحمام وهي شغالة. فتحي الشقة، ده بيغير من مودك كل ده. وان شاء الله برضه هنتكلم لو انت موظفة او بتشتغل يومك هيبقى ازاي، وهنتكلم في تفاصيل حاجات كتير ان شاء الله.